السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم درت لكم واحد التشكيله ديال الحلوى من عجينه واحده، ساهلين دغيا كيوجدوا بدون تعب بدون عناء، وكيخرجوا واحد الكميه اللي وفيره. والبنه ما نقولش لكم، بقاو معايا حتى الاخير وما تنساوش الاعجاب والاشتراك. اول حاجه كناخذ ربعه ديال الزبده، 2 كيسان ديال السنيده، وقريصه الملح. ضروري من الملح كنديرها انا في الحلويات، كنخدمهم، كنحاول ندخل الزبده في السنيده حتى كينسجموا ليا. راه طريقه معروفه، الا عندكم العجانه ديروها في العجانه ماشي مشكل. انا حيت الكميه غير ربعه الزبده ماشي شي حاجه كثيره، خدمتها غير بايديا. صافي هانتوما ملي كتبان لكم ان السنيده انسجمت مع الزبده، كنزيد عليهم كاس ما عامرش ديال الزيت النباتيه، كاس ديال العنبه ما يكونش عامر، كنخدمو حتى هو، كنحاول ندخلو حتى ينسجموا ليا العناصر كاملين. نتوما كتعرفوا هذه الطريقه ديال زمان اللي كنا كنديروها في الحلوى. صافي كنبدا نخدم فيها غير شويه بشويه حتى كترجع لي على هذا الشكل، يعني كترجع لي شكل كريمي كيبان لك كلشي انسجم. من بعد كنزيد واحد 2 ديال البيضات، الا كانوا كبار كانوا صغار كندير 3 ديال البيضات و2 اكياس ديال الفاني. ضروري ديروا الفاني مع البيض باش كيهرس ديك الريحه ديال الزفوره، ما كتبقاوش تشموا ريحه البيض في الحلوى. دائما حطوا الفاني مع البيض. صافي كندخلو مزيان في الزبده والسنيده، ماشي تمعكوها ولا كدلكوها، راه كتخدموها غير بايديكم. عندكم الفوي ديروها بالفوي، انا كنفضل دائما نخدم بايدي. صافي حسيت بان المكونات كلها انسجمت ليا، كنزيد هنا واحد 2 معالق ديال النشا، 2 معالق ديال النشا يكونوا عامرين، وخماره وحده من فئه 7 او 8 غرام بحال بحال، خماره وحده. صافي كنخدمهم، كندخل هذاك النشا في هذاك الخليط اللي عندي. راه دغيا كتوجد لاباط ديالها، كتجي هشيشه خفيفه. الا درتوها غتوليو مدمنين عليها، لان ضروري هاد الحلوى اللي دارها كيعاود يديرها مره ومره ومره، كيبدا يعاودها بزاف المرات لانها سهله. من بعد كناخذ دقيق، هنا الدقيق ما نقدرش نقول لكم شحال، على حسب العجينه، على حسب النوعيه ديال الدقيق. لا كان كيشرب راه المهم انا غتشوفوا قدامكم القوام اللي غادي نوصل عليه. كنبقى ندوز الدقيق في الغربال وكنبدا نجمع، ما كندلكش. هاد العجينه راه بحال الصابلي، ما كندلكهاش، غير كنجمعها حتى كيدخل ليا الدقيق، كينسجموا كاع المكونات، كنحصل العجينه اللي بغيت. كنحصل على هاد القوام في المره الاولى، يعني حيت غادي نقسمها، قسموها نتوما على الاشكال اللي بغيتو، يعني الكميه اللي بغيتو. انا درت هنا غير 3، تقدروا ديروا 5 4 اللي بغيتو، كل وحده غندير ليها نكهه. هذه خديت ليها فلون ديال الكراميل، والعجينه راه خليتها رطبه بزاف لان مازال غنعاود نزيد ليها شويه ديال الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا. هاد الاولى درت ليها النكهه ديال الكراميل، نتوما ديروا اي حاجه، انا عزلت النكهات اللي كيعجبوني وكيبغيوهم الدراري. صافي غنخدم هاد الكره ونحطها على جنب. شوفوا القوام كي داير، رطبه بزاف. هادي غندير فيها هاد الفيرميسال ديال الشوكولا، او اللي عندكم لي بيبيد، كنفضل الفيرميسال حيت ما كيخسرش ليا العجينه. صافي كنبدا نزيد عليه حتى هو الدقيق حتى كتجمع، نحصل على القوام اللي بغيت. هنا الا كنتو غتخرجوا غير هكا غير حبات قلال تقدروا تقسموهم على 5. انا هنا بغيت نحاول نخرج فوق 20 حبه، داكشي قسمت على 3. صافي جمعت هذه حتى هي، والاخرى درت فيها قهوه، المذاق ديال القهوه، خديت نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، درت معها تقريبا معلقه ديال الماء. صافي حطيتها في هاد العجينه وكنبقى نزيد الدقيق حتى كتجمع ليا ونحصل على القوام اللي بغيت. بغيتي تخليوها غير بالفاني ماشي مشكل. المهم هادو من النكهات اللي كيعجبوني انا في الحلويات، درتهم في واحد البلاستيكه خليتهم تقريبا واحد 15 دقيقه، من بعد غادي ندوز نخدمهم. صافي هنا خديت الشكل الاولاني، كندير واحد الحربول كبير. هذا الشكل راه قديم قديم قديم، ولكن صراحه راه كيجيو واعر. دائما انا كنديرو، ولكن ما تحتش لي الفرصه باش نحطو لكم في شي فيديو او نصورو معكم. المهم كناخذ واحد الكميه ديال العجينه، كنحربلها واحد الحربول كبير، وكنبدا نقطعها هكا معينات صغار. هذه كتسمى الاوبرا، معروفه. تقدروا ديروها غير
انا اغلبيه كنت كندير غير هاد العجينه كلها كنديرها باوبيرا، ما كندير حتى شي شكل اخر معاها. ولكن مع العيد قلت هكا نوع طبيصيل. كنقطع على هاد الشكل مستطيلات مايلين، تقاده وحده. الا بغيتو يخرج لكم شكل واحد هكا ديما عبروا باش كتقطعوا عبروا به. صافي ما نضغطش عليها بزاف لان العجينه راه خفيفه كما قلت لكم. كنستفها في اللاطه ديالي. صافي كنكمل الكميه ديال هذا الشكل اللي عندي، يعني العجينه اللي عندي بالمذاق ديال الكراميل، عفوا مذاق القهوه هذه. صافي كنكمل هذا الشكل وكندوز للشكل الاخر. من بعد خديت واحد الكرات. انا هنايا بغيتو تشدوا هذا الشكل الثاني اللي بالكراميل تكوروه كامل عاد تبداو تحربلوا فيه، ماشي مشكل. انا خديت بالوحده لان كما قلت لكم الكميه قليله ماشي كثيره بزاف. كنحاول نحربلها ونخلي الوسط غليظ على هذا الشكل. انا نحاول نبين لكم بلا طابع بلا والو. كناخذ شي غلاقه اللي عندي ديال القرعه ولا ديال اي حاجه، كنحطها الوسط باش كيجيني الشكل مقاد، كيجيني شكل واحد. كنحربلو من الجناب ونخلي الوسط غليظ ونحط الغلاقه ونهزها بغلاقتها نحطها في اللاطه. عاد نحيد الغلاقه ونحاول ندير الغلاقه مقلوبه، يعني الجهه اللي كتهز من الفوق. ما نديرهاش مقلوبه، ما غاديش نقدر ما نديرهاش على وجهها، ما غاديش تقدروا تهزوها. نديرها بحال هكا مقلوبه باش ملي كنحطها كنجرها من الوسط. صافي هذا هو الشكل الثاني. من بعد كندوز للشكل الثالث. كان هكا كنديروا كرات صغار يكونوا نفس التقاده، وكناخذ شي عود او لاموس او اي حاجه وكندير واحد الثقبه الوسط ولا غير بالصبع ديالكم. درت انايا الموس لان عنده واحد الدوره مقاده من التحت، حاولت هو اللي نثقب به. صافي كنحاول نوسع شويه بايدي، وهذا الشكل راه شويه حساس. ملي كندخلوا الفران كدوز تقريبا واحد 5 دقائق ضروري كنحل عليهم، بدا نرجع الثقبات لانه كيطلعوا. كنحاول نرجع الثقبات بالموس. راه هذا الشيء اللي درت ملي دخلته للفران. بدا دوك الثقبات تقريبا مابقاوش كيبانوا. شديت الموس وعاود دخلتهم. صافي خدا لي الشكل ديالو. هذا هو الشكل ديال الكراميل. ودزت غنوجد معكم صلصه ديال الكراميل اسهل منها ما كاين. واحد الصلصه اللي سهله دغيا كتوجد، ما فيها لا حليب لا دانون لا حتى شي حاجه. كناخذ هنا كاس ديال السنيده كنحطو فوق نار مهيله وكنحضيه حتى كيذوب ليا تماما. حركوه بالمعلقه كما كنقول لكم انا، ما كاينش مشكل، غير دوزوا ليه المعلقه راه ما يوقع عليه حتى شي حاجه. صافي كنبدا ندوز فيه حتى كنحس بدوك الحبيبات كاملين ذابوا. من بعد كنقص عليه انا حيت كنت مجهده العافيه. نتوما اللي اول مره غادي ديروا حاول ينقص. من بعد حيدت العافيه وخويت عليه نص كاس ديال الماء بارد. نتوما حاولوا تدفيه باش ما يطلعش لكم الدخان. كاس الماء بارد. صافي وبديت كنحرك فيه باش كيتطلق لي هذاك السكر، ورجعته فوق العافيه حتى داب كامل مع التحريك باش ما يتحرقش ليكم. وما تخليوش يفوت في الطياب باش ما يعطيش ريحه خايبه. المهم كنبقى نحرك فيه. من بعد زدت فيه واحد معلقه صغيره عامره ديال الزبده ذوبتها معاه. مع التحريك ضروري. هاد الكراميل راه كيصبر بزاف في الثلاجه. انا ما فيه لا حليب لا دانون. خليوه في الثلاجه المده اللي بغيتو، تزينوا به اي حاجه. المهم انا ذوبت الزبده. من بعد زدت تقريبا واحد 6 المكعبات ديال الشوكولا الابيض، راه ما وريتهاش لكم. 6 ديال المربعات ديال الشوكولا ابيض. صافي باش كيعقاد ليا وكنخليه يبرد. كما كتشوفوا هي الحلوه ديالي وجدات. راه في نهار هتصوبوها. هي الاوبرا، ومن بعد هذوك الهلالات، وهذيك هاد اللي محفوره من الوسط. هانتوما شوفوا راه طلعت ليا ورجعت هبطتها بالموس. ضروري هذيك الثقبه حيت كنعمروها غنحتاجوها. المهم ندوزو للتزيين ديالنا ان شاء الله. بغيتو توجدوا الحلوى بالليله قبل ماشي مشكل. انا وجدت في نهار واحد كل شيء. بديت بهذوك الغريبات اللي متقوبين من الوسط، عمرتهم من الوسط بالكراميل كاملين، دوزتهم في الكراميل حتى المهم تقاد ليا العجينه تقادات مع الكراميل. كتولي عندي طبقه واحده، ما كتبقاش ديك الحفره باينه. هذه راه كتجي مذاق ديالها واعر، مع فيها هاد الصوص ديال الكراميل وفيها الفلون ديال الكراميل، كيجي المذاق ديالها واعر.
هذه الحلوه ديال الدراوش سهله، ما فيها لا مكونات كتار، ما فيهاش قوه المقادير، سهله. من بعد ملي كملت كل شيء كناخذ الشوكولا كنديرو في بان ماغي وكنحط فيه هذوك الغريبات اللي ديال الكراميل، كندوزهم في الشوكولات كاملين. كنتمنى الا جربتوها تخليو لي الاراء ديالكم وتقولوا لي كي دايره، واش حلوه ديال الدراوش او لا. من بعد كندوز الاوبيرا ديالي كنحطها كامله في الشوكولا. كتشوفوني انا علاش درت الشوكولا نوار، لانه هو اللي كيعجبني، البيض قليل في كنخدم به. بغيتو نتوما ديروا النص بالشوكولا نوار والنص بالشوكولا بيضاء حتى هي كتجي زوينه، اللي بغى يبدل المذاق. هذه ديال القهوه درتها حتى هي في الشوكولا صافي. من بعد ما نحيد لها الزوائد ديال الشوكولات كنحط فوق منه واحد الحجيره هكا، علاش كتسمى اوبيرا. صافي غنبقى حتى نكمل هذا الشكل حتى هو كامل. ولا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش ليا لي جيم والبارطاج، وتفعلوا الجرس دائما باش يوصلكم اي حاجه حطيتها، باش كتشجعوا القناه وتدعموها. ومن بعد دزت للشكل الثالث والاخير ديال هاد الهلالات. حاولت نعمر ليهم غير القنيتات ديالهم بالشوكولا، يعني غير دوك الرجيلات صافي، وكنخليهم حتى ينشفوا. غنكمل العجينه كامله اللي عندي، يعني شكيلات بساط زوينين تفرحوا بهم الوليدات هكا، وتحطوهم في نهار العيد ولا في اي بلا عيد. الحلوه ضروري خصها تكون في الدار. كيصبروا في الكونجيلاتور، الا بغات ديرهم في الكونجيلاتور اولا غير الثلاجه، تسدوا عليهم في البواطه مزيان وحطوهم في الثلاجه، ما يوقع لهم حتى شي حاجه. هاد الغريبات ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الحلوه اللي وجدت معكم. كنتمنى تجربوها، والله العظيم كنتمنى تجربوها وتخليو لي الاراء ديالكم وتقولوا لي المذاق ديالها كي جا والخدمه ديالها كي جاتكم. شكيلات خفاف زوينين، تاع الدراوش ساهلين دغيا كيوجدوا واي واحد يقدر يصوبهم. كما كتشوفوا هادو هما الشكيلات الاوبرا وهاد الهلالات وهاد الغريبه ديال الكراميل. غنحل معكم حيده تشوفوها كي دايره من الداخل. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وتدعموه بالاشتراك والاعجاب والبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد باذن الله.